ابنك ملوش نفس ياكل، بيشتكي ان بطنه وجعاه، حاسس ان هو كل شوية تعبان ومرهق، ممكن ينزل شوية في الوزن، بيشتكي من حكة شرجية، لازم تسمعه كويس وما ينفعش تطنش الأعراض دي، لازم فورا تعمله التحاليل وتزور الدكتور لأنها غالبا أعراض ديدان معوية. وهقولك على شوية وصفات طبيعية تضيفها لأكله عشان تساعده انه يخف بسرعة ان شاء الله، وهي الليمون وزيت حبة البركة والكركم والثوم. لو لقيت اسم الصبغة ده على اي منتج من اللي انت بتشتريه رجعه فورا، لان الصبغه الحمراء رقم 3 مرتبطه بالامراض، وهم بيستخدموها عشان يلونوا بعض الاكلات زي حلويات الاطفال والبسكوتات والمارشميلو والجيلي والكيكات وبعض انواع الزبادي والعصاير الفراوله اللي لونها احمر. فلو لقيت اي منتج ملون بالصبغه دي اوعى تشتريه، واشرف بنفسك على الحلويات اللي بتشتريها الاطفال. توصل للطعم الجميل ده اللي يخلي الاطفال يحبوه وما يقدروش يستغنوا عنه، بتاكل كمية مواد كيميائية والمطلوب من الكلى والكبد انهم يخلصوك منها. ده غير ان الشيبسي مليان دهون متحولة ومادة الاكريلاميد الخطيرة اللي بتنتج من تعرض البطاطس للحرارة العالية بتاعة المصانع. فأرجوك قلل من الشيبسي على قد ما تقدر وبدله بالسناكس الصحية زي الفشار. رأيك تدمر صحة ابنك وتبوظ له هرموناته وتخليه متأخر في البلوغ والنمو والفهم، عادي مفيش أي مشاكل. كل ما يطلب الموبايل اديله، كل ما يطلب حلويات هاتله، خليه ياكل نودلز براحته. الشيبسي والمشروبات الغازيه والعصائر المعلبه عادي جدا نتعامل معاها كانها مفيش اي مشاكل. وما تنساش تديله في المدرسه لحوم مصنعه زي اللانشون والهوت دوج عشان ما يبقاش اقل من حد. وخلي بالك الاطفال دلوقتي بقى بيجيلها سكر ومقاومه انسولين عادي. ادوار البرد، انواع اللبوس اللي في الصوره دي في مادة اسمها الديكلوفيناك. المادة دي ما ينفعش نستعجل ونديها للأطفال أقل من سنة، أو تستخدم في أضيق الحدود تحت إشراف الدكتور، لأن لسه الطفل ما بيعرفش يتعامل معاها وممكن تسبب له فشل كلوي عادي جدا. ومحدش يفتكر إن الدواء طالما في صورة لبوس مش شرب ولا قراص ولا حقن إن ملوش آثار جانبية، بالعكس ده نفس المادة الفعالة بنفس التأثير على المعدة والقلب والكليتين. مش مطهر معوي ناخده لما بطننا توجعنا. المفاجأة الفلاجيل مضاد حيوي، يعني بيتاخد بجرعات معينة حسب الحالة بيحددها الدكتور. يعني ما ينفعش أدي ابني منه معلقة لما يتعب شوية أو أنا أخد قرصه لما أحس بتحسن أوقفه. بالعكس الفلاجيل ساعتها ممكن يبوظ المناعة، كمان ممكن ينتج بكتيريا ومقاومة. الفلاجيل مضاد حيوي مفهوش هزار. الاسم دواء حديد بيعالج الأنيميا، فعليا ممكن يسبب تصبغات وبقع على أسنان الأطفال، ودي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم، هتضايقهم وتسبب لهم الإحراج. فالحل ان احنا نخفف دواء الحديد في كوبايه عصير ليمون او برتقال، او ان احنا ندي دواء الحديد بسرنجه اطعام بحيث ان الدواء يخش على الحلقه على طول من غير ما يلمس السنان. ومش عايزه افكركم ان اتباع النظام الغذائي الصحي هو افضل مصدر للفيتامينات والمعادن.